ده كده اهو. ايه. اهو. ها ها ها. الناس بيسألوا دايما عليك وبيحبوك جدا جدا. بجد؟ والله. انا اقول لهم شكرا على مشاعرهم الجميله الرائعه، بالرغم من ان احنا ما تقابلناش وشوفنا بعض، لكن انا حاسس بحبكم الجميل الرائع اللي رفع من روحي المعنويه بشكل عالي جدا. رحل عن عالمنا اليوم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عام. رحم الله الفنان القدير، واحد من نجوم وفناني الزمن الجميل، فنان محترم، متعدد الشخصيات والوجوه، قادر على أداء كل الأدوار المسندة إليه. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد الدقهلية، وكان بيشتغل في وزارة الحربية، ثم ترك هذا العمل وذهب إلى التمثيل أو الفن بمعنى أصح، وأدى أدوار رائعة كلها مميزة. من أشهرهم طبعا في الوقت الحالي الحاج إبراهيم سردينة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. قد كده أثر فينا، وقد كده كان سايب علامة مميزة مع كل محبيه. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كمان له أعمال مسرحية مع الكاتب العالمي نجيب محفوظ في مسرحية بداية ونهاية. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كمان متميز بأدواره في الدوبلاج أو أدواره مع الأطفال. هو صوت مميز لكل الأعمار، وشخصية لطيفة جميلة محبوبة. عرف بابتسامته واشتهر بقلبه الحلو. بمجرد ما بنشوفه على الشاشة كنا دايما بنشوف إنسان محترم وجميل ومهذب. ممكن أكون النهاردة عايزة أتكلم عن جد كمان، لأنه كان مشهور في الآونة الأخيرة بقد إيه هو جد محترم. كان بيراعي ولاده وأحفاده بشكل كويس جدا. شفناه في فرح حفيدته وقد إيه كان متأثر، وقد إيه كان ودود معاها. شفناه مع حفيداته في المتحف المصري، افتتاح المتحف المصري، وقد إيه كان سعيد وحضر رغم إنه في سن يعني يعتبر صعب. فالشق الإنساني كمان في حياته قد كده محترم. جدو جدو. صحيته جيت معلش جيت. يا حبيبي الشياكة دي، انت كده تعلي عليا وتعلي على العريس. مش بس فنان محترم ومتنوع وطلته في كل الأعمال ليها قيمتها، لكن كمان جد بالدرجة الأولى لديه المسؤولية في متابعة أحفاده. رحم الله الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وأسكنه فسيح جناته.